السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجو أن نسمع اسم الشيخ نفسه. طالبكم اسمي أحمد تجاني عمر من ولاية كابونا ساوان غرين زاريا. نعم ما شاء الله. واليوم كما رأينا اليوم يوم الختام أو يوم الختمة لهذه الخدمة الوطن. نعم. ونريد أن نسمع الفرح والسرور من عندك يا شيخ. أما لا أكاد أن أظهر وأبين غاية سروري وفرحي لرؤية هذا اليوم. اليوم يوم السرور ويوم الفرح لكل من كان من ضمن الذين يخدمون الوطن في هذا الشهر أو في نفس هذه السنة. وأولا أشكر الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى: وسنة الله تعالى هي إذا أنعمك بشيء ثم شكرته قال الله تبارك وتعالى عليه فعليه أن يزيدك، لأنه لا أزيدنكم. هذه لا ونون التوكيد المثقلة. نشكر الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك أشكر لوالدي اللذان ترعرأت تحت كنفهم وظلهم وما زالوا يساعدوننا، والإخوة والكرام وبعد الزملاء وكل من ألقى إلينا المشورة ولو بالكلمة حتى بلغنا هذا اليوم النهائي لخدمة الوطن. ما شاء الله. يا شيخ، بعد اليوم بعد هذه النهاية لخدمة الوطن، ماذا تستعد أن تستمر من بعد؟ طب أنا منذ أرجو وأتمنى أن أكون تاجرا. ما شاء الله. لكن حتى الآن ما قدر الله. وما زلت أدعو الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا فتوحات، أعني أن يرزقنا من حيث لا نحتسب. أنه قال تبارك وتعالى: ويرزقكم من حيث لا يحتسب. هكذا نرجو من الله تبارك وتعالى. وأريد أن ألقي المشورة إلى سائر الخدام للوطن أن يستعدوا بالتجارة أو يقومون بما يقومون عليه أقدامهم. لا يبالون بالعمل الحكومة، يعني عمل الحكومية لا يبالون بها. أنت تشعر وتطلب ما تقوم على قدميك، وحتى الآخرين يأتون ويأكلون تحت رعايتك. هذا نرجو. ولذلك للأسف لما قالت الحكومة الفيدرالية تعطينا تلك الرواتبات، وحتى الآن قد اعتذر الأمر حتى الآن وما رأينا شيئا، وبه أردنا أن نبدأ بالتجارة، لكن للأسف حتى الآن ما رأينا شيئا. ما شاء الله. وإن شاء الله تبارك وتعالى لا نقنط من رحمة الله، سوف يفتح الله لنا إن شاء الله. ومن هذه
نرجو ونسأل الله أن يؤتينا من فضله كما قال ومن يتوكل على الله وهو حسبه. نعم. نعم ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله أن يرزقنا آمين. من حيث لا نحتسب. آمين. ومن يا رب. فضله العظيم الكبرى. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا شيخ. لا شكر على الواجب، فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. جزيتم خيرا ووقيتم شرا. شكرا جزيلا.